السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، ان شاء الله تكونوا كامل غايه وتكونوا في صحه جيده يا ربي. اليوم جيت وجبت لكم هاد الزوج وصفات اللي بزاف شابين ما راحش تندموا عليهم ان شاء الله. شوفوا هنايا هاد درت دجاجه، نص الدجاج مشوي محمر كما نقولوا في الكوشه، ودرت ثاني هاد الخبز تاع الدار اللي يجي ما شاء الله. هاو دوك تشوفوا كي نقسم، شوفوا نقسم معاكم كيفاش يجي داير ما شاء الله ما شاء الله، زعما جا بزاف شباب. هذا هو الخبز اللي يجي هكذا فيه الخيوطه من الداخل، شغل يجي خيوط هكذا من الداخل، يجي بزاف شباب. هنا دروك نبديو بالتتبيله تاع الدجاج. بسم الله. هذا التوابل تاع اللحم: سكين شبير، فلفل احمر، كمون، راس الحانوت، هذا فلفل كحل، هنايا الكركم والملح وشويه زيت. نعاودهم لكم خطره واحده اخرى: التوابل تاع اللحم: سكين شبير، فلفل احمر، كمون، راس الحانوت، ملح، فلفل كحل، كركم والملح والثوم. نحطوهم هكذا هنايا فوق هاد الدجاجه تاعنا اللي كنا غسلناها ونقيناها غايه الغايه، وكشو حنايا نسينا ونحينا لها هذيك الجلده تاعها الفوقانيه. مي نورمالمون ما تنحيولهاش الجلده الفوقانيه، تخليوها بها باش تزيد تمد لكم البنه اكثر واكثر. حنايا نسينا يا معليش، غير هكذا ودرناها وجات شابه. ودروك هكذا درت لها هاد الحلات باش التوابل هاد التتبيله تدخل فيها غايه الغايه، شغل تم الداخل تجي بنينه، ماشي غير هذيك الجلد الفوقاني اللي يجي بنين ومن الداخل ما يجيش بنين. سما خص نديرو هذوك الحلات باش يدخلنا التوابل كامل الداخل ويجي بزاف بنين. وبيان سور انايا هنايا درت كيسموه الثوم، هذوك الحلات كامل اللي درتهم درت فيهم الثوم. وهاد شغل لي بتي ديتاي اللي راني نمد فيهم هادو باينه باللي للبنات المبتدئات، يعني ماشي النساء لي بروفيسيونيل. هذه حاجه زعما باينه. البنات المبتدئات هما اللي ما يعرفوش كيفاش زعما كيفاش يطيبوا. ومام انايا راني عاده مبتدئه، انا ماشي بروفيسيونيل، بصح كل خطره نسي نتعلم حاجه وان شاء الله نستفادوا كامل من بعضياتنا. انا زدت فيها واحده رند وغطيتها بهكا بابي سيلوفان وخليتها باتت كامل الليل في الفريجيدار، هذه حتى الغدا في العشيه عاد باش طيبتها. هنايا جبت بابي كويسون وبابي الومنيوم، قصصت بصله، درت بصله هكذا قصصتها ودرت عليها هذيك النص تاع الدجاجه تاعنا. درت هنايا عليها هكذا شويه ملح من الفوق، خفتي لا تجيني مسوسه ولا. ودروك درت الزبده. هنايا الزبده تجي بنينه بزاف، شغل هذاك سورتو صدر الدجاج يجي بزاف ناشف، على بها نديروا الزبده باش شغل تعطينا هذيك الطراوه ويجي ما يجيش ناشف. هذاك صدر الدجاج يجي يتفتت ويجي بزاف شباب. هنايا غطيتها بالبابي كويسون بابي الومنيوم ودرتها طيب في الكوشه. ودروك نفوتوا العجينه تاعنا تاع الخبز. هنايا درت فيها 2 كيسان تاع السميد، ودرت هنايا معلقه وربع تاع السكر ومعلقه وربع تاع الخماره، خلطتهم هكذا شويه. ودروك انايا غلطت، انايا نورمالمون ندير 4 كيسان تاع الماء، كل كاس تاع سميد ندير عليه 2 كيسان ماء. انايا نسيت كامل ودرت غير 2 كيسان تاع الماء، بصح دوك من بعديها نعاود نسقد. هنايا غطيت عليها وخليتها تخمر. انايا يبان لي السر كامل كي تخليوها تخمر هكذا، خاطش كي دروك كي تخليوها تخمر هكذا دير هذوك الخيوط كي وكنت تشوفوا البلا تاعكم من تحت تصيبوه داير هذوك الخيوط. انا يبان لي كامل السر في هذا الخبز هو كي تخليوه تخمر، هذا يخمر هاد التخميره الاولى. من بعدها كي خمرت درت عليها معلقه شغل قريب 2 معالق تاع الزيت وخلطتهم. ودروك راني ندير في الفرينه. هنا درت الفرينه ودرت 2 معالق هكذاك شويه صغار تاع الملح، هذيك مع معلقه تاع القهوه بالحليب. انا شغل زدت الفرينه عاد باش روماركيت بلي العجينه جايتني صغيره وراني دايره عبر كبير. من بعدها عاد شغل استوعبت روحي بلي راني غالطه، بصح هكذا وزدت غير هكذا قلبتها. انايا هاد
الغيسيبيون تاعي صغير، ما بدلت درت في باسينه واحده اخرى كبيره وزدت عليها 2 كيسان تاع الماء هكذا كما راكم تشوفوا. يعني عاود هذيك الشغل كاع نطلقت العجينه وزدت كملت عليها الفرينه نورمال. انا شغل نسيت باش ندير من الاول 2 كيسان تاع الماء، هذه باش تجيكم عبر كبير. ودروك بقيت نزيد في الفرينه ونخلط هكذا بالفوي، خلط لغايه باش ما يديروليش هذوك الكواور تاع الفرينه. وزدت هنايا شويه خل، الخل مليح كاع العجائن مليح لهم الخل شغلي محسن كما نقولوا. هنا قاعده نزيد الفرينه وندير بيديا دروك باش نعرف القوام تاع العجينه تاعي كيفاش يكون. انا درته شويه جاري، ماشي جاري زعما بزاف مي تاع الكراسه هكذا. كي ديروه تاع الكراسه يجي غايه، يجي شغل يجيو فيه هذوك الخيوط هذوك من الداخل. كي ديروا العجين تاعكم ثقيل كما اللي كنت ديجا درته في فيديو من قبل، يجي تما شويه فيه الباب بصح ثاني يعاود باش يجي خفيف بزاف. ثاني خاصكم تخليو العجينه غير هكذا. شوفوا العجينه كيفاش بدات دير لي في البواوق، زعما خرجت غايه هاد العجينه. انايا خلطتها هكذا شغل دربته واحد 5 دقائق ولا. شوفوا هنايا مولي دربته كيفاش كان، شوفوا في الاول وشوفوا دروك كيفاش ولا شغل تبلي العجينه تاعكم ليس وخليتها تخمر. وهذه دروك عاوداني جايه نعاود لها. شوفوا دايره كامل هذوك البواوق، هاد العجينه زعما جات ما شاء الله. هنايا هبط الخميره هذيك اللي الخماره زعما اللي طلعت، نهبطوها ونعاود نخليوها تخمر مره واحده اخرى. انا خلطتها يا هكذا شويه يعني ماشي بزاف، واحد 2 دقائق ولا هكذا خلطتها ضربتها شويه وخليتها تخمر. هنايا سيبون هذه هي الخمره التاليه تاعها، الخمور التالي تاعها. شوفوا دارت البواوق غايه الغايه. وهنا خليتها تطلع مليح ودربك جيت هكذا باش نديرها خبزات. بديت نرفد هنا كما قلت لكم اختي اللي فاتت ما تهبطوش الخميره بزاف باش من بعدها ما تغبنكمش باش تعاود تولي تخمر كي ديروها في الصينيه وكاع. هبطوها غير شويه. رفدت شويه على حسب الخبزه اللي نحتاجها اللي بغيتها. انا درتهم شويه صغار ودرتها هكذا في هذا السميد اللي رطب، وعاود نديرها في الصينيه تاعي اللي نطيب فيها. هنايا دوك تشوفوا كل شيء قدام عينيكم. هاودي درت هنايا في الصينيه وهكذا وقرصتها شويه، درتهم كامل هكذا. هذه شغل تبغي ترقوها شويه باش تجي شابه، ما تبغيش تجي غليظه بزاف تجي معمره بالباب. احنا سينا بزاف شغل عده محاولات باش وصلنا لهذا الخبز اللي كامل الناس يحوسوا عليه. هذا الخبز اللي يجي هكذا فيه الخيوطه هذوك من الداخل، وهو طريقه صراحه بزاف سهله كما كنتم تشوفوا زعما ماشي حاجه كبيره ولا حاجه واو. هنايا درت فيه ثقبه هكذا في الوسط باش يجيني مليح. تبغيو ديروها تبغيو ما ديروهاش. هنايا شوفوا مولي طابوا لي كامل الخبزات تاعي ديجا راني موريت لكم هكذا في الاول. ودروك عاود زيدوا شوفوا غايه الغايه. ها هو هادي نقصص معاكم. شوفوا كيفاش جاو هذوك الخيوط، الله جاو شابين ما شاء الله. ودربك جبت هذا الدجاج تاعي من الكوشه. نشوفه هنايا غير بغيت نفقده. هنايا غير ساعه كان طايب هذا الدجاج، كان طايب زبده كما نقولوا. حليت عليه هكذا ونجي نشوفه هنايا غلفته غايه الغايه باش يطيب غير في سخانته. هنايا شوفوا كيفاش ندخل هذا المقص، انا درت غير بالمقص. شوف كيفاش يدخل فاسيلمون، يعني راه طايب غايه الغايه. هنايا بلعت عليه وخليته في الكوشه هكذا، خليته سما في الكوشه، زدت نقص له وخليته. ومن بعدها درت له الزبده من الفوقه وخليته يحمر هكا. نحيت هذاك البابي وخليته يتحمر في خاطره. ودربك انا كنت قاليه البطاطا زدت درتها هكذا صاير داير على هذيك الدجاجه تاعي. وهذا هو الطبق النهائي، جا بزاف شباب ويستاهل كامل فمكم. وشوفوا هذا الخبز تاعي انا يا خبزه درتها بالزيتون، قصصت زيتون جيت قصصتها شويه ودرت فيها، درت في خبزه جا بزاف شباب.
انا تاع الزيتون عجبني بزاف وكنحسب كون درت شحال من وحده بالزيتون. وهنايا تشوفوا كيفاش انا اكسبري رحت البلانط بولي. الصدر الدجاج هو اللي يجي بزاف ما يجيش يتفتت بزاف. انايا رحت نوريكم شوفوا كيفاش جاي يتفتت، جا علامه وجا بزاف بنين. ونتمنى يعجبكم هاد الوصفات تاعي. ما بقى لي نقول لكم على خير وتهلاو في ريسانكم.